هتقولولي قررتي تعملي ايه النهارده؟ هقول لكم قررت اعمل اكلات حلوه زيكم. قبل ما نبدا الفيديو بتاعي، يلا اللي بتحب القهوه تجيب الفنجان بتاعها ويلا بينا على الفيديو. وكالعاده يا ساده، قبل ما هنبدا الفيديو لازم نصلي على الحبيب قلبك يطيب عليها افضل الصلاه والسلام. يلا بينا نبدا بالمعجنات كالعاده. احنا كستات بيوت شاطرين بقينا نعمل حاجتنا في البيت. هنعمل النهارده بقى القرص الساده. هنعملها بابسط طريقه، بتعرفي تعجني او ما بتعرفيش هتعجنيها بمنتهى البساطه. هنجيب كوبايه الا ربع من الميه، وهنضيف عليها معلقه كبيره من الخميره، وكمان هضيف عليها 5 معالق من السكر. انا عارفه ان السكر غالي بس مضطرين. وهنسيبها، مش هنسيبها تتفاعل ولا اي حاجه، يعني هنبدا نضيف عليها على طول الدقيق. انا هضيف 3 كوبايات ونص من الدقيق ولكن تدريجي، وكمان هديها ذره من الملح ونص كوبايه من الحليب وكمان معلقه من الخل. وزي ما قلت لكم انا بنزل بالدقيق تدريجي. الكميه اللي اخدها معانا هي 3 كوبايات ونص. انا عايزاكم تعرفوا ان اغلب المعجنات اللي بنعملها بتاخد 3 كوبايات ونص من الدقيق. هنعجنها بقى حلوة قوي، هتعجنيها على ايدك، هتعجنيها في العجان براحتك. المهم هنعجنها حلوة قوي، وكمان هنضيف لها 4 معالق من الزيت، وتقدري تخليهم معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، وتقدري تخليهم سمنة بس او زيت بس براحتك. المهم العجينة بتاعتنا بتكون بالشكل ده. هنسيبها بقى ايه تخمر شوية. هنسيبها تخمر قد ايه؟ هنسيبها تخمر تقريبا 40 دقيقة، طبعا على حسب الجو معاكي. اهم شيء تغطيها حلو قوي. هنا بقى بعد ما خمرت معانا هنبدأ ان احنا نقسمها. ال3 كوبايات ونص دول يعملوا معايا 16 فطيرة، فانا هقسمها 4 في 4. 4 في 4 بكام يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ برافو عليكي، ب16. خلاص، وهنبدأ نعملها زي البقجة كده او زي الكورة. ومرة كمان هنسيبها تستريح. هنسيبها تستريح قد ايه؟ نسيبها تستريح مثلا ربع ساعة، تلت ساعة، انتي وذوقك بصراحة. شكلك نسيتي تحطي لايك لحد دلوقتي، اتفضلي حطيه، اتفضلي يلا، برافو عليكي. بس كده بقى، زي ما قلت لكم ان احنا ايه هنسيبها بقى تستريح. وبعد ما تستريح طبعا اهم شيء ان احنا نغطيها كويس، تمام. وبعد ما هتستريح هنبدأ بقى نجيب الصاج او الصينية او الحاجة اللي احنا نشتغل فيها، وهنحطها وبعد كده هنفردها. هتفرديها بايدك، بصوا بايدي بالطريقة دي، هي يعني فردها بسيط، او هتفرديها بالنشابة الاسهل ليكي بقى اعمليه. لكن انا بحطها كده في الصينية وبفردها، اصل احنا اللي هناكلها يعني. خلاص بالشكل ده، وهنسيب كده سنة وسع لان احنا هنسيبها تخمر تاني. هنسيبها تخمر تاني قد ايه؟ هنسيبها تخمر تاني بقى ايه، من ساعة لربع ساعة على حسب الوقت معاكي يعني. هنا بقى بعد ما خمرت، طبعا انا قسمت في صواني، يعني عملت الكمية كلها في صواني. هنا بقى انا هدخلها الفرن على الوضع ده. انا عملت تاني في نفس اليوم نفس الفطير ده، ولكن دهنت وشه وحطيت له سمسم، لكن ده انا عملته ساده. حطيته في الرف اللي في النص على حرارة 190، وسبته بقى ايه تقريبا 10 دقايق في الفرن. ما شغلتش عليه الشواية. لو انتي ما خدتيش اللون المناسب ليكي من تحت ومن فوق، شغال عليه الشواية مفيش مشكلة. شايفين بقى قد ايه هشة وجميلة؟ مجرد ما طلعت من الفرن بدأت ان انا ايه ادهنها سمنة كده عشان تديها لمعة، ولكن لو انتي عايزة تستغني عن النقطة دي مفيش مشكلة. لكن انا دهنتها سمنة بلدي، تاخد الطعم وتاخد اللمعة وتاخد الريحة. وبقى معانا احلى فطير بجد. عايزه اقولك انه هيتاكل في ساعتها يعني، لكن انتي تحكمي بقى. طيب هنعمل ايه تاني بقى؟ هنعمل احلى اكله مفيش حد ما بيحبهاش، ولا كبير ولا صغير. اعتمديها بالطريقه دي واتحداكي، بصي هتبقي احسن من اي محل. هنعمل الكشري. هتقولي بقى انتي بتقولي كده وخلاص وكله بيقول احلى من المحلات، طب جربي الطريقه دي والله هتعجبك جدا. اول حاجه هنبدا بيها هو البصل. زي ما قلت لكم احنا نعمل الكشري،
فهنبدأ ببصل الكشري او الوردي زي ما بيسموه. كل بصلاية هتعمليها ليها معلقة من النشا. عملتي بصلة هتحطي معلقة، بصلتين معلقتين، تلاتة وهكذا. تمام. اما انا انا عملت 3 بصلات ولكن حجمهم صغير شوية، فحطيت عليهم معلقتين من النشا. نكون بقى مجهزين الزيت بتاعنا، وهنبدأ ان احنا ننزل بالبصل ومش هنقلبه كتير. بعد ما اخد معانا اللون المناسب هنبدأ نطلعه على شبكة، وبعد كده هنحطه على مناديل مطبخ او نطلعه يعني في مصفى. المهم ان احنا ما نطلعوش على مناديل على طول عشان يفضل ايه مقرمش معاكي. بعد ما طلعتيه اديله بقى رشة ملح صغيرة وبس كده، البصل خلص معانا. طب احنا بدأنا بالبصل ليه؟ احنا بدأنا بالبصل لان احنا هنستخدم زيت البصل في الاكل بتاعنا، اهو الزيت اللي هو طلع من البصل هو ده اللي احنا هنستخدمه في الاكلة بتاعتنا النهاردة. طبعا هو لونه مرمقي كده علشان ايه؟ علشان النشا اللي كانت في البصل. هنجهز بقى المكرونة. اعملي بأي نوع مكرونة بتحبيه. انا بعمله بالمكرونة الصغيرة دي والقلم، وكمان بعمله باسباجيتي، ولكن ما لقيتش عندي اسباجيتي فقلت يا بت مش مشكله خالص، بنقص الاسباجيتي المره دي. طبعا انا حبيت ان انا اخلي الانواع شبه بعضيها ومتبقاش مختلفه. طبعا الميه حاطين فيها خل، وبتغلي ايه على البوتاجاز، خل وملح، وبتغلي على البوتاجاز. وبعد كده ايه بنسلق فيها المكرونه بالطريقه العاديه خالص. وهنا سلقنا العدس. طبعا زي ما قلت لكم الزيت اللي بنستخدمه الزيت بتاع البصل. هنا بقى سلقنا العدس. بعد ما سلقنا العدس هننزل عليه بالايه؟ هننزل عليه بالشعريه، وبعد كده هنضيف عليه الرز، وهديله ملح وفلفل اسود وكمون، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، والملح على حسب كميه الرز اللي انت حطاه. تمام. زي ما قلت لكم كيلو الرز بياخد معلقه من الملح. وهبدا بقى ان انا ايه اغطي عليه واسيبه يتشرب، واغطي عليه خالص، ايه اهدي عليه كده زي الرز. تمام. ليه انا عملته بالطريقه دي بتكون احلى لما بيكون العدس مع الرز، بيكون احلى ما يبقى الرز والشعريه لوحده والعدس لوحده. هنا بقى بعد ما استوى معايا لازم اقلبه حلو قوي او افضيه في حاجه بره. يعني في محلات الكشري بيفضوه في حلل كبيره، ولكن احنا نقدر ان احنا ايه نقلبه كده نهويه علشان ما يعجنش. برضو المكرونه بعد ما اتسلقت خدنا شويه من زيت البصل ونزلنا بيه بالمكرونه علشان تبقى مفلفله كده وجميله. طبعا المكرونه مش بنسلقها على الاخر، يعني بنسلقها بنسبه 90%. نعمل بقى الدقه الخطيره بتاعتنا. هنكون جايبين توم وفلفل ودقينهم مع بعض مع كوبايه من الميه، مع ليمونتين، كمون وكزبره وملح وشويه من الخل، وقلبي بقى، والملح طبعا. اديها غلوه على البوتاجاز ومعاكي احلى دقه. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه. الصلصه دي لو انت عايزه تضيفي لها بصل ضيفي لها، لكن انا مش بحبها بالبصل. هنا بقى الثوم. طبعا احنا حاطين اساسا الزيت اللي متحمر فيه البصل، فكده كده احنا عندنا ريحه البصل وطعم البصل. هنا بقى الثوم بعد ما طلعت ريحته واديته معلقه من السكر، وبعد كده هنزل عليه بشويه من الخل، وبعد كده هضيف عليه الطماطم بتاعتي، وهديها الملح والفلفل في الاول. هغطي عليها وهسيبها لحد ما تتسبك معايا او تتخن معايا، يبقى القوام المناسب. وبعد كده هديها جوز الطيب، معلقه من جوز الطيب ودي اختياري، ومعلقه من الكمون. بس جوز الطيب هتودولك في مكان تاني مختلف خالص. اهي لما بقت بالشكل ده هضيف جوز الطيب واضيف الكمون واطفي على طول علشان ما يمررش الكمون، ما يمررش معايا. فمجرد ان انا هضيفهم اطفي البوتاجاز، او اطفي البوتاجاز واضيفهم براحتك يعني. ضيفيهم وقلبيهم، وكده خلاص خلصت الصلصة بتاعتنا. هنعمل بقى كمان الشطة. هنحط برضو الزيت، وبعد كده معلقة من الشطة، معلقة من البابريكا، وهنبدأ ان احنا نحمصهم كده في الزيت اللي هو زيت البصل.
وبعد كده هضيف كبشتين كده من الصلصة اللي احنا لسه عاملينها، هخفها بشوية من المية عشان الشطة تكون خفيفة شوية، وهديها سنة ملح علشان انا خفيتها بشوية مية. وكده خلصت خلاص الشطة معانا. انا عايزاكي تعتمدي الكشري ده وتيجي تقوليلي رأيك، جربيه. يعني لو انتي طريقتك مختلفة معلش المرة دي جازفي حتى بكمية بسيطة واعملي الكشري بالطريقة دي، وبعد كده تعالي قوليلي رأيك فيه ايه. طبعا انا ما عملتش حمص لاني برضو ما كانش عندي حمص، ولكن بالحمص طبعا هيكون كان توب التوب. عملنا مع بعض الكشري تفصيل كتير هسيبهولكوا اكيد في صندوق الوصف. عايزه تشوفي طريقه الحمص، عايزه تشوفي الطرق تفصيلي اكتر من كده، هسيب لكم في صندوق الوصف. حطينا بقى الدقه وحطينا الشطه وغرفنا الصلصه ودوت البصل، والف هنا على اللي اكل. جربوه وهتدعولي باذن الله. وجربوا كمان القرص. بصي القرص مش هتاخد معاكم وقت، هي هتاخد وقت عشان التخمير ولكن مش هتاخد مجهود. جربيها كده وانتي سهرانة شوية بالليل، اعمليها بجد هتفرق معاكي مع الفطار. تقدري تخزنيها في الفريزر، تقدري تضعفي الكمية، بصي براحتك. ولو وصلتي معايا لهنا بقى احب اقولك شكرا للمشاهدة، ودمتم سالمين ومع السلامة.